السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. الحمد لله، انا بحبك جدا ومتابعاكي على كل الابلكيشن، على كل حاجه. حبيبتي ربنا يكرمك. انا بس كنت عايزه اسال الشيخ على حاجه، اتفضلي. بس عايزاكي تسمعوني، حاولوا تفهموني صح، عشان كل الشيوخ اللي انا بحكي لهم بيفهموني من منطلق الزوجه الوحشه اللي دايما يعني هفهمك. بصي، انا دلوقتي حماتي، انا بشتغل في مكان كويس جدا، وهي انا ما كنتش اعرفها خالص، وجت طلبتني لابنها، وكان ليها شروط معينه، وانا الشروط دي ما كنتش هقدر اعملها، فقالت لي خلاص تمام، كل شيء اسمه ونصيب، والموضوع خلص. تمام. وبعدين جت تاني لقيتها بتقول لي تمام، وانا اتعرفت على ابنها والدنيا كانت كويسه جدا. رجعت قالت لك ايه؟ نعم؟ قالت يعني رجعت قالت لك لا خلاص اتجوزيه، مش مهم الشروط اللي هي بتقولها دي. انا عايزاكي لابني وكده. تمام. فقلت لها، فهمتها ان الشروط، يعني مثلا هي كانت عايزاني اتحجب، فقلت لها انا هتحجب عشان ربنا، مش هتحجب عشان اتجوز يعني. أيوة. ربنا يهديني، انا نفسي اتحجب بس ربنا يهديني يعني. ايوه. فرجعت قالت لي خلاص وتمام ومش عارفه ايه. المهم خلاص، وحصل ما بيني وما بين ابنها تعارف، وقابلنا بعض. اول ما خدنا خطوه قرايه الفاتحه كانت الصدمه. قالت لي، بدات بقى تتكلم عليا وحش جدا في مكان شغلي، تتكلم على اهلي وحش جدا. الاول خالص كان دايما بيخاف منها وبيعمل لها الف حساب ففي مره قعدت معاه وقلت له انت خايف من ايه؟ يعني انا مش فاهمه الدنيا متوتره ليه، انا مفيش حاجه. وكانت هي على طول عايزاني طول النهار والليل اعتذر لها على الفاضي وعلى المليان. كنت بعمل كده لحد في الاخر قلت خلاص لا، مش هقدر اعمل كده تاني. تمام. جت في مره بقى ولا ايه؟ لا ما سبتهوش. ليه ما سبتهوش بقى؟ هي اتجوزت. عشان هو قعد يتكلم معايا بصراحه، هي كانت خاطبه له قبل كده مثلا بتاع 12 13 مره، وكل مره بتبوظ له الجوازه بنفس الطريقه بنفس الكلام. فانت طب ماشي، في حاجتين. اول حاجه قبل ما يعني احنا معاكي بقى خلاص، معاكي خطوه خطوه. اول حاجه يعني ايه هي خاطبه له؟ هو ليه يسيب مامته خاطبه له؟ هو مثلا عشان هو مش عايش في مصر. فبقول لها ماما اختاري لي بقى. هو بيشتغل بره. غير اختاري، لا هو غير اختاري لي، هو لما اختار لنفسه وخطب وكده هي بهدلت له الدنيا يعني. طيب هو عايش بره، والمفروض ان العروسه دي هتسافر معاه بره؟ لا، هو بيسافر وبيرجع، يعني هو بيسافر وبيرجع. تمام. فالمهم يعني حصل، والدنيا واهلها واخواتها وكده وكلموني، كان حصل مشاكل كتير، كلموني وقعدوا يقولوا لي ما تسيبيهوش وهو كويس والدنيا والدين والحاجات دي كلها وخلاص. وانا بصراحه الولد محترم جدا لدرجه فظيعه. لحد ما في مره بعد ما كتبنا الكتاب. انت كتبتي كتاب قبل الجواز؟ ايوه طبعا. لا يعني اصل في ناس بتكتب كتاب مع الخطوبه وتقعد فتره، يعني عملتي كده ولا قبل البنت؟ مي الو. راحت مي. هاتوا مي. لا مي لازم تكلمينا تاني لازم تكلمينا تاني يا مي، لازم تكلمينا، احنا لسه في نص القصه وعايزين نعرف ان احنا وقفنا عند كتب الكتاب. في برضو نقطه ان الواحد يفضل من القصص اللي شافها في حياته ان كتب الكتاب ده يبقى مع الفرح، يعني ما يبقاش قبلها مثلا بسنه وسنتين، والحاجات اللي الواحد بيشوفها بيحصل مشاكل كتير وقصص. انت عامله زي امي الله يرحمها. انا زي مامتك فعلا. انا كده مخي زي الناس القدام في مواضيع الجواز والحاجات اللي هي دي. فيعني دي نصيحه. عايزين يعني كلمت تاني. طيب يلا ماشي. مي كويس انك رجعت لنا تاني. احنا وقفنا عند كتب الكتاب. كتبتي الكتاب قبلها على طول؟ قبل الفرح. قبل الفرح شويه. تمام. بعدها جت في مكان شغلي. والله كنت اتجوزتي خلاص ولا ايه؟ نعم. كنت اتجوزتي ولا بس كتبتي؟ لا اتكتب كتابنا بس. كتب كتابنا بس. جت في مكان شغلي وانا قاعده في الشغل كده، هي معديه، انا شايفاها جايه بتجري، انا مش عارفه هي جايه بتجري ليه، فكنت بكلم مامتي، يعني حاطه الهاند فري في التليفون في وداني، فلقيتها جايه داخله عليا وبتشتم شتايم مش كويسه خالص، ودخلت ضربتني. ضربتك؟ ضربتني وكسرت لي دراعي وبهدلتني قدام الناس كلها. لا. بس دي حاجه مش طبيعيه يعني. وهي الست تحسي ان هي كلاسي جدا، يعني تشوفيها تقولي يعني تقولي بس الحقيقه خالص. وانا اتصدمت بعد كده. يعني هو ده ابنها الوحيد يعني ولا انت ما عملتيش حاجه خالص نهائي؟ بس ده ابنها اللي بيقبض. يا مي الكلام ده بعد كتب الكتاب مباشره؟ بعد كتب الكتاب
لا بعديه باسبوع او 10 ايام. ايوه يعني ما هو كان مباشره برضه. دخل يعملوا محضر رحنا القسم ورحنا عملنا كل حاجه. وفاجئ ان هي دخلت التواليت وعورت نفسها وبهدلت نفسها وقالت ان انا اللي عملت فيها كده عشان يبقى محضر قصاد محضر. وتتنازلوا بقى، ده يتنازل وده يتنازل. ايوه بالظبط كده. فانا من كتر ما انا شايفه ان في المكان بتاعي فيه كاميرات وفي يعني استحاله انا ما لمستهاش، ان انا صغير حجمي صغير وهي كبيره قوي، فانا ما لمستهاش وكانت باينه في الكاميرات جدا. فانا ما اتنازلتش وقلت لا انا عايزه الكاميرات وعايزه شهاده الشهود وعايزه الناس اللي موجودين كلهم. تمام. فطبعا عشان المكان حساس شويه ما عملوش ده وما رضيوش يعني في الاسم ما رضيوش يجيبوا لما رحنا النيابه طلعت لي قرار بان انا اجيب الكاميرات. جيت اجيب الكاميرات، الراجل اللي هو سكرتير الجلسه اخذ منها رشوه، ما رضيش يديني القرار بتاع القاضي، فاتظلمت وخلاص. اللي حصل وحسبي الله ونعم الوكيل. انا خلاص انت بقى كل ده كنت مكمله الجوازه؟ كل ده انا مكمله الجوازه ازاي في الاحداث دي؟ هو معايا، هو معاك ازاي وقت الجد؟ اكيد مع مامته. لا هو مظلوم جدا في حياته، حتى اهله وخلانه وخالاته. ازاي يعني هو عايز يكمل الجوازه وانت مثلا عامله على مامته محضر او كنت ناويه تكملي انها تبقى قضيه او كذا؟ مستحيل. هقول لك على حاجه، اسمعيني طيب. ما هو بصي انا هقول لك حاجه. انا لما اتجوزت بعد كده، انا بقالي 2 سنين متجوزه. اتجوزتي يعني بعد القصص دي؟ انا ما ندمتش لحظه ان انا اتجوزته، لان هو عشان حق ربنا هو متربي جدا وطيب جدا وابن ناس يعني، برضو ماليش دعوه بيها بقى هي بس هو يعني اصيل يعني. هو مش راضي يا مي، هو مش راضي عن افعال مامته صح؟ هو مش راضي خالص لسبب ان انا دايما لما بقول له يعني انت مش حاسس ان انا مش ممكن اكون بكذب عليك، ده ما حصلش. يقول لي هي عملت كده مع كل اللي انا خطبتهم مش معاكي انت بس هو الفكره. ايوه هي واضح ان هي عندها مشكله نفسيه، واضح ان في حاجه. تمام. خلاص الموضوع خلص وانا استعوضت ربنا في حقي وقلت حقي عند ربنا. هي تمام. عندها مشكله ماديه فظيعه، هي مش نفسيه، هي ماديه. ماشي. هي مش عايزاني اخد اي فلوس يعني، مش عايزاه يصرف عليا، مش عايزاه يعمل. ماشي. انت بعدها رجعتوا اتكلمتوا وعملتوا فرح وكده ولا عملتي اتجوزتي ولا؟ عملنا فرح وعملنا كل حاجه. وهي كان علاقتها ايه بقى في لا هي ما بتكلمهوش، هي بتروح عنده الشغل تتكلم عليا كلام مش كويس ان انا بنت ما حضرتش الفرح والكلام ده؟ ما حضرتش اي حاجه. خلاص اتجوزتي. احنا خفنا نقول لها علشان هي ممكن تيجي تعمل مصيبه طبعا. يعني هي ما بيهمهاش. وكانت بتروح للمديرين بتوعه هو يعني في مستشفى كبيره وكده، كانت بتروح تقول له ان انا بنت مش ان تقول للمدير بتاعه يعني واضح بنت مش كويسه. واضح اللي هي عملته. اتجوزتي بقى وفي اخلاقي اكيد. بعد ما اتجوزتي بقى اتجوزت. المهم دلوقتي انا من اول ما اتجوزت وانا دايما اقول له ايه، معلش روح صالح. انا بصراحه خايفه من ربنا، خايفه الحته بتاعت ان ربنا يبتلينا مهما كانت هي. انا كده مش هي مش صله رحم، فكده أيوة. انا مش هتتحاسبي عليها، لكن هو بقى اللي هيتحاسب. لكن هو كل ما بيحاول يكلمها هي مش عليها غير ان هي عايزه يعني فلوس معينه وعايزاني يطلق او عايزاه يطلقني، عايزاه يكتب لها حاجته يعني اللي مكتوبه باسمه. وهو الله يرضيه يعني كان طول الوقت هو يعني من ساعه ما اشتغل هو بيصرف عليها، بس هو ما عندوش اي حاجه خالص، كل الفلوس اللي بياخدها كان بيديها لها. طيب دلوقتي انت خلفتي؟ لا لسه. طيب وهو مقاطع مامته خالص؟ هو يعني كل فتره بيحاول يروح يصالحها، بتتصالح 5 دقايق وبعد كده تفضل تبهدله تاني. وهو بابا موجود ولا ايه؟ نعم بابا موجود بس مالوش اي دور في الموضوع. هي شخصيتها اقوى يعني. هو مشكله جوزي ان هو عنده مرض مناعي، فلما هي بتقعد تضغط بينتكس يعني بيتعب. هي طول عمرها ضغط عليه جدا، فجاله المرض ده نتيجه لزعل يعني. طيب انت بقى دلوقتي سؤالك ايه يا مي؟ سؤالي ان هو مش يعني لما بيروح لها اولا بتفضحه طبعا فضايح فظيعه، لدرجه ان هو بيقول لي انا خايف تسرقني او تعمل لي مصيبه وتقول انا عملت ده، وانا خايفه عليه وعلينا يعني انا خايفه من ربنا. وفي نفس الوقت هو لما بدا يتصالح معاها شويه في فتره كده هو مش بيصدقها، بس هي ست وحشه قوي يعني. هي ست بتتكلم يعني بتحاول تفضل تزن عليه في حاجات مش كويسه. اخوه نفس القصه، بيقعد يقولوا انا شفتها بتعمل كذا بتعمل كذا. لا والله عمري ما حصل. فانا خايفه بس من علاقته بامه بربنا. هو لما بيكلمها دلوقتي ما بتردش،
لما بيروح لها بتقول كلام بيضغط على نفسيته جدا، الحاجه اللي بتجيله دي بتنتشر في جسمه، وانا بخاف عليه برضه. هو حرام يعني، هو اتعذب في الدنيا كلها. بس انا عايزه اقول لك يعني انا مش عايزاكي تعيطي يا مي حبيبه قلبي، ما تعيطيش وما تزعليش، وان شاء الله ادعي كتير وكلمي ربنا وكده. بس عايزه اقول لك حاجه، انت برضو لما اتجوزتيه في الاحداث دي كلها وشفتي من اول قرايه الفاتحه، يعني انت اخترتي ولا ايه؟ هو انت اخترتي الحياه الغريبه دي. كان ممكن تبعدي زي اللي بعدوا قبلك واشتروا دماغهم وراحوا اتجوزوا جوازه طبيعيه. هتيجي واحده وهتتجوزوا، وتيجي بقى واحده وتقدر تجابه. يمكن هي مي طيبه او تشكي نفس الشكوى، تعمل طيبه او يعني لا ما كنتش اتجوزتي. نفسيتها يعني. انا بقول عموما يعني، قصدي انت متوقعه ولا ايه ان كنت هتخشي في احداث غريبه اكبر منك دي الاحداث؟ انا مش عايزه منها حاجه. انا بالنسبه لي هي مش فارقالي خالص، بالعكس انا يعني ربنا يسامحني انا بحزن عليها في كل ركعه بركعها، بس انا خايفه عليه هو مش عليا. انا عارفه ان انا ما ظلمتهاش، بالعكس هي ظلمتني وقذف محصنات وكل حاجه وحشه عملتها فيا، بس انا خايفه عليه هو من عقاب ربنا. كل ما اكلم الازهر او كده يعتبرني ان انا اللي مش عايزاه يروح عند امه، بس هو نفسه مش عايز. انا بتخانق معاه كتير جدا ان هو يروح لها وكده، وانا يعني مش هبقى زعلانه ولا حاجه، بس هو مش قادر خلاص. بدأ يشوف الدنيا بطريقه ثانيه، انه ايه اللي كانت هي بتعمله فيه ده. هي كانت مشغلاه. طب انا عايزه اسالك حاجه، يعني انت وجوزك واضح ان شغلكم ما شاء الله ربنا يبارك لكم يعني وماديا كويسين، فكرتوا تروحوا الدكتور نفسي استشاري نفسي تحكوا معاه تتكلموا معاه؟ لان انت هيجرى لك حاجه، انت نفسك مش هو بس، هيجرى لك حاجه. لا ماشي، انا مش مهم يعني، انا لا انت مهم. لا يعني انت مهمه جدا. انت ليه مش مهمه؟ انت دخلتي في وسط عيله عندهم علاقات غريبه، هتضيعي يا بنتي، هتضيعي في النص. روحي الدكتور نفسي يا مي. ده من ضمن الاجابات. انا هسيب لك الشيخ يكلمك في الشق. لا استنى، هيبقى السؤال الدكتور النفسي هيقول لها ايه بقى؟ لازم انت تروحي تحكي، وهو الدكتور او الدكتوره يقولوا لك بالظبط تفكروا بطريقه ثانيه ازاي تتعاملوا، ازاي تتعاملي مع جوزك ازاي. هو كمان نفسيا اكيد عنده مشاكل من الطفوله. هو الحمد لله احنا مش عندنا اي مشكله. مش قصدي مشكلتكم مع بعض، قصدي انت كده هيجرى لك حاجه، في حاجه اسمها امراض نفس جسديه. الواحد لما نفسيا بيتعب بتدخل عليه بقى زي ما قلتي كده ان جوزك جاله مرض مناعي بسبب نفسيته، انت هيجيلك وهو هيجيله. ليه؟ روحي لدكتور نفسي بس. دي يعني ده رايي من الناحيه الاجتماعيه. لسه بقى الشيخ هيقول لك. لا انا عاوز اعرف بس، هي راحت سالت يعني، قالت انا سالت. تسال الشيوخ يعني؟ سالت مشايخها، ايه الرد؟ كل الشيوخ بردودها اطلعي منها انت وخليه هو يروح له، ومالكيش دعوه يروح لامه. ماشي يا مي، ماشي حبيبه قلبي. هو يعني ان قصدها يعني ان هي قدام ربنا مفيش اي علاقه بينها وبين حماتها، يعني لو قطعت العلاقه هي ما عندهاش ذنب، هي دي مش صله رحم، لكن بيقولوا لها ابنها هو اللي هياخد الذنب، ده هو صله الرحم. هي قصدها كده يعني من الرد. هسأل حضرتك سؤال، في صله رحم فبروح بخبط على الباب فيتقبل الباب في وشي، اعمل ايه؟ اجرب تاني. هجرب تاني واتقفل الباب في وشي، خلاص بقى اعمل ايه؟ لا هجرب تالت ورابع وخامس وسادس ومسجات وهتكلم. هعمل كل اللي اقدر عليه. لما اتكلمنا على صله الرحم، اقل شيء في صله الرحم هو ايه؟ اللي انا ارفع سماعه التليفون واقول السلام عليكم. ده لو كانت الاقارب الدرجه البعيده يعني. لو الدرجه البعيده. طب لما يكون في اب وام، والام انا بس عاوز اشوف اللي هو عارفه القران الكريم قال وصاحبهما في الدنيا معروفه، انا بالمعروف. طيب طول ما انا بروح وهي ممكن تشتمني وممكن تعمل معايا كذا، فبيحصل عندي انتكاسه من ناحيه المرض او ما الى ذلك او ما شابه زي ما هي بتقول. هل ينفع ان انا اكتفي بقول السلام عليكم في الهاتف بس؟ ده لو صدقت الروايه دي، احنا في الاخر ما نعرفش. طبعا احنا عموما دايما بنقول ردودنا على قد اللي اتصل بينا بيحكي الصوره اللي احنا شفناها، الله اعلم بالاطراف الثانيه. فاحنا بنرد على قد الصوره اللي وصلت لنا. فهو ده انا بتكلم بقى بالعام، بشكل عام. لو انا كل ما عامل حد فيروح رادد عليا وانا مش قادر، فبقزم الغاز بتاعي ده، لكن بيتسبب لي عشان دي امي، فبيتسبب لي بانتكاسه، بيحصل عندي مرض شديد جدا زي ما بتقولوا عنده مرض نقص المناعه. طيب نعمل ايه في الحاله دي؟ هل واجب عليا بقى فرض اللي انا كل اسبوع مثلا اروح لها؟ لا، انا اقول بعد المده شويه
وحاول حد يروح قاعد مع الست الطيبة دي ويقول لها يعني اللي انت بتعمليه، هي طيبة بالنسبة لنا يعني اللي انت بتعمليه مع ابنك ده اصلا غلط، والولد يحاول بقدر الامكان ان هو يرفع سماعه التليفون كل فتره، يا ماما عامله ايه؟ طلع قفلت وشك خلاص، يا رب انا بريت بامي وعملت مساله البر. عارفه يعني مش لازم بقى يروح ويعرض نفسه للفضايح. ايه اللي حصل؟ امه وقفت في الشمس قالت له والله لن استظل، خليني كده في الشمس. قال لها طب وبعدين؟ قال له يا عم مش هطلقها، مراتي كويسه مصليه محافظه عليا زي الفل وانا احبها، اطلقها ليه؟ قال له لا يعني انت عاق ليا دلوقتي. قال له عاق ليك ليه بس؟ ليه؟ قال له ده عمر بن الخطاب امر ابنه ان هو يطلق مراته، فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال له اسمع كلام ابوك. قال له لما ابوك، الشيخ بقى رد الشيخ، لما ابوك يبقى زي عمر بن الخطاب ابقى اسمع كلام ابوك. لكن يا ابني ده ابوك ما حصلش ضفر اصلا في عمر بن الخطاب. فدي اشكاليه كبيره. وبقى نصيحه نوجهها يا جماعه لله، للحموات اللي هم بيحاولوا يخربوا على اولادهم. الكلام ده يا جماعه اتقوا الله عز وجل. يعني في ناس كده بتبقى عندها هو اللي هو حب التملك، خلاص الولد اتجوز فدي تبعي انا، ملكي انا، والولد ملكي انا، فاقعد اشتمهم واقعد اضربهم واقعد اهزقهم واقعد افضحهم وكأن ده من حق. ده مش حق، انت بتخربوا عليهم وبتخربوا على انفسكم دنيا واخره للاسف الشديد. واشكاليه كبيره جدا لما نهدم اسره او نفرق بين قلبين متحابين. اذا كان الحديث بيقول وان كان يعني فيه كلام، لم يرى للمتحابين مثل الزواج. اتنين بيحبوا بعض اخليهم ماشيين مع بعض، اروح موفق راسين في الحلال واقول لهم يلا اتجوزوا، وده افضل حل. واخده بال حضرتك؟ فبلاش اللي احنا يبقى الام او الحما هي اللي بتفرق بين القلوب وتفرق بين زوجين، ودي اسره مترابطه، فخلوهم يكملوا وربنا يرزقهم ان شاء الله بالولد الصالح باذن الله. وانا بقول لها حافظي على زوجك وزوجك ان شاء الله يحافظ عليه، وهو يحاول بقدر المستطاع ان هو يبر امه يعني ان شاء الله. يعني بس مش لازم يروح. لا ما انا قلت اهو، لو هو راح كل لما يروح بيحصل، خليه بعد الفتره شويه بس يسلط عليها ناس. يسلط عليها ناس يعني ايه؟ مش يضربوها يعني، ويكلمها بالتليفون. يسلط عليها يعني. ناس ان هو ناس يعني يهدوها بقى، اهدي شويه، ما هو بالطريقه دي مش هينفع. الولد ممكن يروح فيها. ويدعوا بقى، يدعوا كتير. طبعا لا يرد البلاء. هم عايشين في بلاء على فكره، ده ابتلاء. انا عاوز اقول لك يا مي ده ابتلاء واجره عظيم جدا. عشان ارد البلاء ده وادفعه او ارفعه شويه لا يكون الا بايه؟ بالدعاء، والجا الى الله عز وجل. وادعوا ان ربنا بدل ما تحاسبني عليها. بس انا في نقطه هاخدها عليك، بدل ما تقولي انا بحاسبن عليها لا انا ادعي لها ان ربنا يهديها ان شاء الله. يا رب ربنا يهديها، ان ربنا يحنن قلبها على ابنها وعليك ان شاء الله. وصدقيني الدعاء ده هو سحر. ربك الكريم بيغير، ومش تغيير بقى درجه ولا 180 درجه والله يغير. شوفي لما سيدنا النبي قال اللهم اعز الاسلام باحد الرجلين، مين بقى؟ عمرو بن هشام اللي هو ابو جهل، وعمر بن الخطاب. طب ابو جهل ده كلنا بنلعنه، طيب عمر بن الخطاب احنا بنحبه دلوقتي. بس عمر بن الخطاب بيقولوا كده والله عمر ده ما يدخلش في الاسلام الا لو نطق الحمار. يقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، ده ممكن ساعتها نصدق. صعب يعني، صعب وكان شديد وغليظ جدا عمر بن الخطاب، ومع ذلك استجاب. شوفي سبحان الله. سحر، الدعاء ده سحر. صح. واستجاب الله عز وجل دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر بن الخطاب فاروق هذه الأمة. عمر بن الخطاب أول من تلقب بأمير المؤمنين. عمر بن الخطاب اللي هو لو كان نبيا بعدي لكان عمر الذي كان ينزل القرآن برأيه رضي الله عنه. فإحنا يا جماعة نحاول نتمسك بالدعاء واللجوء إلى الله عز وجل.